والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين المكتبه دي. معاكم محمد، فيديو جديد هنتكلم فيه عن ساعه جديده من الساعات الاصليه في الفئه الاقتصاديه واللي جايه من براند كوزبت. بجربها بقالي اسبوع. ساعه مبهره الصراحه، تصميم وديزاين ممتع جدا جدا وشكل خرافي وتطور رهيب قوي عن الفيرجن السابق من كوزبت وهو الام 2. المره دي بقى الام 3 الترا، الساعه المبهره بالمختصر المفيد، مبهرة كتصميم وكأداء وكقوة وكتحمل وكبطارية وكشاشة ومكالمات وكل التفاصيل اللي انت عايزها يا غالي من ساعة تعيش معاك فترة طويلة وكمان تحافظ على فلوسك وهتديك الأداء اللي انت عايزه. احنا داخلين بقى في الصيف وعايزين بقى ننزل المية ونروح البول وكده، فانت بتاخد حاجة تضمن لك الكلام ده. خليني اكلمك النهارده عن الساعة الكوزبت تانج الام 3 الترا اللي اتوفرت حاليا وحصريا في ستور المكتبه. هتلاقي اللينك الرابط، طبعا لو الساعه عجبتك هتلاقي اللينك الرابط بتاع الشراء موجود في الاي فوق، هتلاقيه موجود في اخر الفيديو، هتلاقيه موجود في صندوق الوصف. يعني عماله تنطط لك في كل حته، يمكن الساعه تعجبك وتشتريها ولا حاجه يا غالي. خلينا نبدا الفيديو باول جزء وهو الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه الام 3 الترا من شركه كوزبت، الشركه الرائده في صناعه الساعات الميليتري والراجت اللي بتيجي في الفئه الاقتصاديه ويعني تقريبا بتنافس الفئه المتوسطه. الساعه الام 3 الترا هي الفيرجن الاحدث من الساعه بتاعت السنه اللي فاتت وهي الام 2. ده الفيرجن الاحدث وتحسينات كبيره جدا في الساعه عن الفيرجن السابق. هنتكلم عن الساعه الام 3 الترا وشويه حاجات بسيطه مختلفه تحديدا في الديزاين عن الفيرجن السابق. لكن الساعه الام 3 الترا هي تقريبا الساعه 3 الترا، لكن ده الشكل الدائري وده الشكل المستطيل، عشان لو انت بتحب الشكل المستطيلي في الساعه راجت هيبقى دي اقوى ساعه راجت تقريبا في السوق من كوزبت ام 3 الترا. وهنا هيكون عندنا الشكل الدائري وهو تقريبا ده اقوى ساعه في السوق بالنسبه للشكل الدائري، وكنا عملنا ليها ريفيو هتلاقيه موجود في الاي فوق لو انت عايز تتفرج عليه ريفيو تفصيلي لكل امكانيات الساعه. يلا نعمل انبوكسنج للساعه. عندنا ده شكل الساعه، شكلها جميل جدا، هنكتشفه سوا مع بعض. هنا اسم الساعه مكتوب طبعا هنا ان الساعه جايه بضمان. هنا مقاومه الميه بمعيار اي بي 69 5 اي تي ام 50 متر تحت عمق الميه. هنا طبعا ان الساعه جايه ميليتري راجت وان هي واخده شهاده ام اي ال اس تي دي 810 اتش دي من يو اس اي، وجايه بطبقه محميه بطبقه من جلوري جلاس. طبعا مكتوب هنا ان هي راجت ديزاين، وهنا طبعا اسم البراند. في شويه تفاصيل على الجنب مكتوب اول حاجه فيهم ان هي ساعه ميليتري وراجت ديزاين، تدعم 130 مود رياضي، طبعا فيها بلوتوث مكالمات ومقاومه الميه بمعيار 5 اي تي ام او اي بي 69. الناحيه الثانيه موجود ان هي فيها تتبع للتراكنج بتاعتك عن طريق 6 اقمار صناعيه من المواصفات القويه في الساعه، وطبعا ان هي فيها الباروميتر وان هي فيها بوصله، واخر مواصفه هنا ان هي فيها قياس او مقياس الارتفاع. عندنا في الظهر برده شويه تفاصيل عن الساعه. اسم الساعه اول حاجه ونوع الشبه، حجم الشاشه 1.96 اموليد بريزوليوشن 410 في 502، ريزوليوشن عالي جدا، ببطاريه 480 ملي امبير، حجم استراب 22، طبعا تقدر تركبه وتفكه بسهوله. طبعا الساعه مربوطه بست اقمار صناعيه وبتقيس على مدار ال 24 ساعه، فيها 100 مود رياضي، وهنا بيبقى موجود اللون وده البرنامج اللي بيشتغل على الايفون او على الاندرويد بشكل كويس. نفتح بقى الساعه كده بسم الله، نفتح بقى مع بعض العلبة كده بقى ونشوف شكل الساعة. ده طبعا نفس برضه الانبوكسنج بتاع تي 3 الترا. مكتوب هنا برضه ان هي واخده شهاده ام ال تي دي اس تي 810 اتش اللي هي اعلى درجات الاختبارات اللي بتمر بها المنتجات. وده اول حاجه بيقابلنا هنا الساعه، ده شكل الساعه نكتشفها دلوقتي مع بعض، بس خلينا نشوف محتويات العلبه الاول. اول حاجه هيكون عندنا كابل الشاحن، ودي قاعده الشاحن، قاعده مميزه خاصه بالساعه حتى مش زي بتاعه التي 3. بعد كده هيكون عندنا نفس الاستراب تقريبا بتاع واو، لا ده الاستراب مختلف مش نفس الاستراب. استراب فيه ديزاين كده تحس ان هو كاوتش عربيه، ده شكل الاستراب، شكله حلو جدا. وهيكون عندنا طبعا شويه الاكسسوارات اللي بتيجي برده مع الساعه زي المناديل اللي نمسح بيها الشاشه واللزقه برده عشان ننظف بشكل كويس. واخر حاجه هيكون عندنا السكرينه اللي بتيجي مع ساعات كوزبت كلها بلا استثناء، بتلاقي فيه سكرينه مع الساعه. واخر حاجه هيكون عندنا ده الكتالوج الطويل جدا. ده كده كل محتويات العلبه. ادي شكل البوكس وادي يوزر مانوال والمناديل بتاعه تنظيف الشاشه، وهنا الاستراب، ده الشاحن، السكرينه، واخر حاجه الساعه الاهم في محتويات العلبه. ويلا بينا نخش على الجزء التصميم الخاص بقى بالساعه. وشكل الساعه تحفه الصراحه، الساعه فيها شويه تفاصيل كده ودلع من اللي اتمنع. بس هنشيل بقى اللزقه دي كده مع بعض.
ونستعرض شكل الساعة. واو. لحظة من الصمت. حلو قوي الفريم الاورنج اللي ماشي كده في الجنب ده مع الزراير الاورنج دي، المسامير بقى دي كلها جميلة جميلة جميلة، والتصميم كده بتاع الساعة. تعال نركب الاستراب. شكل الساعة بعد ما ركبنا الاستراب. طبعا ده شكلها في الايد، لا احسن بكتير من الشكل بتاع السنة اللي فاتت. الساعة شكلها جميل قوي، فيها تفاصيل حلوة ممتعة. ده شكلها في الايد بقى اهو. واو. عندك هنا مكتوب كلمة تانك، طبعا الاب والداون اللي موجودين برضو في التي 3 عشان لما تستخدم الساعة تحت الماء تقدر تتحكم في الشاشة. وعندك هنا بقى الاوبن وده الباك. جميلة جميلة جدا ما شاء الله. شكل الاستراب بالاستيك بتاعها او بالقفل الجميل، شكله حلو قوي القفل برضو. والقطعة دي من الاستراب برضو فيها لوك عشان ما تتحركش. لا تحفة ما شاء الله ما شاء الله. ساعة جميلة قوي قوي، والديزاين بتاعها من اروع ما يكون. يعني برضو في حتة بقى ان انت لابس ساعة مربعة. يعني انت قول لي برضو ايه رأيك في منتات كده، التصميم بتاع الساعة شكله عامل ازاي بالنسبه لي. بعد السوفت وير والمواصفات التقنيه الخاصه بالساعه، وعندنا هنا الزرار ده زرار الباور، انه ضغطه طويله عليه كده، ودي اول واجهه للساعه بتحدد لك اللغات. وزي ما قلت لك ان انت عندك التاتش ده شغال، وعندك الاب والداون تقدر تطلع وتنزل فيه. نختار مع بعض بقى اللغه العربيه بالشكل ده كده، وهن ايه طبعا لازم نسكان الكيو ار بتاع البرنامج او نوصل الساعه بالبرنامج عشان الساعه تشتغل. فالساعه بتشتغل طبعا على برنامج الكوسبيت فيت، وده البرنامج الخاص بساعات الكوسبيت، ده البرنامج الخاص بالساعه وبرنامج الكوسبيت فيت. وهنشغل وهنوصل البرنامج على الساعه الدايركت عشان خاطر الساعه تشتغل معانا. طبعا دي بتكون واجهه البرنامج اول ما بنشغلها، وبنعمل بقى ايه، نوافق على كل الاذونات بقى اللي البرنامج بيحتاجها. طبعا انت ما ينفعش توصل الساعه بالبرنامج غير لما تكون مشغل الجي بي اس. عندك اهو الساعتين ظهروا، التي 3 والام 3. احنا طبعا هنشغل الام 3. بيجي لنا اهوت ان انت توافق على الاقتران، بنوافق، والساعه ظبطت مع الموبايل. حلوه جدا شكل الشاشه برده، والالوان بتاعتها حلوه قوي. طبعا هنا برده الموبايل بيطلب ان احنا نوافق على الاقتران الخاص بالبلوتوث المكالمات، ووافقنا تمام. والساعه دلوقتي ارتبطت كمان عن طريق البلوتوث المباشر عشان لو عايزين نعمل منها دايركت مكالمه. زي ما انت شايف اهو، ادي شكل الخلفيات وشكل الواجهات اللي جايه على الساعه دي. بتيجي بالمجموعه دي من الواجهات، حوالي 6 أو 7 واجهات. طبعا الفريم يعتبر صغير جدا على الشاشه، ودي طريقه تغيير الخلفيات. هم معتمدين بشكل كبير على اللون الاورنج، وهو بصراحه مدي ستايل حلو قوي للساعه. عندنا برضو شويه خلفيات تانية بنغيرها من خلال الشكل ده كده بالطريقه دي. واو جميله جدا جدا جدا. ادي كمان خلفيه ثانيه حلوه قوي حلوه قوي قوي. عندنا بنصور من فوق تحت كده، بنخش على الشورت منيو اللي فيه شويه حاجات، اولهم جزء خاص بالمكالمات. عندنا هنا بعد كده التحكم في السطوع، هنا عندنا التاريخ، وهنا عندنا ان الساعه متصله بالبرنامج والبلوتوث المباشر. طبعا ده الجزء الخاص بالبطاريه ولا توفير الطاقه. هنا لو عايزين نشغل وضع عدم الازعاج. طبعا هنا الويك اب عشان لما نفتح الساعه كده تنور معانا، كده مش هتنور معانا، لكن لما نشغل الاوبشن ده وننزل الساعه كده ونيجي نرفعها مره ثانيه تلاقيها نورت بالشكل ده. طبعا البحث عن الموبايل شغال هنا، ده اوبشن الكشاف. وبعد كده عندك لو عايز تضيف حاجات اضافيه، في عندنا بقى حاجات تانية زي وضع المسرح، المنبه، الاباوت. والساعه هنا فيها ريكورد، فيها تسجيل عشان لو عايز تعمل منها ريكورد، وفيها مكالمه الطوارئ. تعال نشوف الحاجات اللي احنا ضفناها كده هتبقى ظاهره في الشكل ده كده. الجزء الخاص طبعا ان انت يحط لك على الساعه تضلم هنا عشان لو عايزين نغير شكل القائمه. عندنا بعد كده هنا ده الجزء الخاص بالاولويز اون ديسبلاي، ونتكلم عنه بالتفصيل لما نخش على السيتنج. بعد كده هيكون عندنا هنا الستوب ووتش، عايزين نعمل ستوب ووتش برضه لو عايزين نضيف حاجات، او لو عايزين نمسح حاجات من الحاجات اللي موجوده في القائمه بنعملها من المكان. لما نسوايب من الشمال اليمين كده بنخش على الجزء الخاص بالاشعارات. لما نسوايب من اليمين للشمال بنخش على القائمه مباشره، او بنخش على القائمه بضغط على الزر ده. لما بنسوايب من فوق لتحت بقى كده بنخش على الاختصارات، او شاشه الاختصارات اللي فيها بقى ايه، مشيت كام خطوه النهارده، او الحاله اليوميه، فيها الساوند او التحكم في الساوند، فيها معدل ضربات القلب، الاكسجين في الدم، الطقس، المنبه، شويه اوبشنز كده تقدر توصل لها بالاختصار ده. طيب الزرار ده بيدخلنا على القائمه وبيخرجنا من القائمه. ضغط طويل على الزرار ده عشان لو عايزين نقفل الساعه او نعمل ريسيت او نعمل مكالمه الطوارئ. ضغط على الزرار اللي تحت ده بيشغل لنا الاوبشن اللي احنا محتاجينه. ففي اول مره بيسالك انت عايز من الزرار ده ايه، فبتخش تختار بقى الاوبشن. يعني مثلا لو هيكون مثلا تمرين، فبعد كده لما نضغط على الزرار ده هيدخلنا على المود الخاص
الالعاب الرياضيه، وضغطه طويله على الزرار اللي تحت ده بيشغل لنا سيري او جوجل اس. لما بنضغط على الزرار ده كده اكننا بنسوايب من تحت لفوق، ولما بنضغط على الزرار ده اكننا بنسوايب من فوق لتحت. بيعمل نفس الاوبشن. طبعا لو انت بتستخدم الساعه تحت الميه او في الميه ما يبقاش تحتاج انك تضغط على الزراير، ولو ضغطنا مثلا على الزرار ده وبعد كده ضغطنا على ده بيدخلنا على الاعدادات، لو ضغطنا على الزرار ده وبعد كده ضغطنا هنا بيدخلنا على المود الرياضي. شويه اوبشنز كده ممكن تعملهم بدون ما تستخدم الشاشه نفسها. طيب ايه اللي موجود في القائمه بقى؟ زي ما قلنا بنخش على القائمه من خلال الضغط على الزرار ده، او كمان من خلال ان احنا نسوايب من اليمين للشمال كده نخش على القائمه. زي ما قلنا برده ان القائمه لها عده اشكال مختلفه نقدر نتحكم فيهم من الشورت منيو بالشكل ده كده. لها عده اشكال تقدر تغير ما بينهم، لكن طبعا الشكل المفضل في الشرح هو الشكل المطول، القائمه المطوله اللي بتكون بالشكل ده. عندنا اول حاجه هنا الجزء الخاص بالاتصال والمكالمات والرد على المكالمات وخلافه. وهنا اول حاجه بيكون جهات الاتصال اللي انت بتسجلهم على الساعه، والساعه بتاخد 100 اسم. الارقام دي عشان لو انت عايز تكلمهم انت من على الساعه بشكل مباشر، لكن ما لهمش اي علاقه خالص باظهار اسم المتصل او ظهور الاسماء على الساعه اثناء الاتصال. بعد كده هيكون عندنا هنا سجل المكالمات الوارده والصادره، وبتظهر بقى معاك بالشكل ده. وزي ما انت شايف طبعا الخط العربي المميز جدا، او حجم الخط بشكل عام شغال بشكل كويس قوي قوي، والعربي واضح بشكل حلو قوي. بعد كده هيكون عندنا لوحه الاتصال عشان لو احنا عايزين نعمل مكالمات دايركت من على الساعه، لو انت حافظ رقم وعايز تكلمه بشكل مباشر تتصل انت بيه بشكل مباشر وبتعمل المكالمه. واخر حاجه هيكون عندنا هنا مكالمه الطوارئ اللي انت بتحددها من خلال البرنامج، تقدر تعمل مكالمه طوارئ مباشره بالشكل. بعد كده هيكون عندنا النشاط اليومي بتاعنا، مشينا كم خطوه وحرقنا كم سعر حراري ومشينا مسافه قد ايه. ولما بتضغط على البيانات دي بتظهر لك باقي البيانات، حرقت كم سعر حراري، المسافه، الخطوات وهكذا. بعد كده بيكون عندنا هنا مود التمارين الرياضيه، وطبعا الساعه بتدعم الجي بي اس ومربوطه بالست اقمار صناعيه. لما تيجي تلعب اي مود رياضي بالشكل ده كده بتستنى او بتقول لك لما الجي بي اس يجمع نبدا المود. طبعا انت بتبقى قدامك اختيارين لو الجي بي اس ما جمعش، فمثلا لو قلت له جو بتقول له بيسالك اهو نبدا دلوقتي ولا نبدا ننتظر لما الجي بي اس. لو انت طبعا في مكان مفتوح هتلاقي الجي بي اس اشتغل مباشره، لكن عشان هنا بتصور في استوديو فالجي بي اس مش بيشتغل في الاماكن المغلقه. لكن هصور لك دلوقتي وهي في الشارع الجي بي اس بيكون شكله عامل ازاي. وده شكل المود الرياضي لما بنبداه من على الساعه، يبدا يحسب لنا بقى المسافه اللي مشيناها، الكالوريز اللي حرقناها، نبض القلب عامل ازاي. ولما بتسوايب كده بتخش على تحكم في الساوند عشان لو انت تسمع اي ساوند من على الايربود ولا حاجه. ولو عايز تخرج من المود الرياضي نضغط على الزرار ده بيبدا يقول لنا انت تعبت وقت قد ايه وعايز تكمل ولا عايز توقف المود الرياضي. اضغط عليه ضغطه طويله بالشكل ده كده عشان تخرج من المود الرياضي. طبعا الساعه تدعم اكتر من 130 مود رياضي، تقدر تتنقل ما بينهم زي ما انت عايز وتجيب الحاجات المناسبه ليك. تقدر تضيف حاجات لو انت في حاجات مهمه بالنسبه لك تقدر تضيفها من هنا بالشكل ده كده. بعد كده هيكون عندنا هنا سجل التمارين، بتعمل تمارين كل يوم بيظهر لك السجل في الاوبشن ده. بعد كده هيكون عندنا معدل ضربات القلب. طبعا ساعات الكوزبيك من يوم ما بدأ يقيس بشكل اكيوريت وشكل حقيقي ومفيش اي مشكله اطلاقا في القياسات. خلينا نقارنها مع الاكسوميتر. طبعا هي مش بتقيس في الهواء ولا بتقيس على اي سطح، لازم تكون لابس الساعه. معدل ضربات القلب حاليا اهي 75 بتقيس 75، والاكسوميتر مدينا 71 هنا بقت 74. طبعا في الصابع بتكون القياسات افضل من الايد، لكن الدنيا بقت متقاربه جدا 72 وهنا بقت 75 اهو زي ما انت شايف 77. هتلاقيها هتطلع على طول في الساعه برده للنبض. بقى هنا 81 اهو 80 79 رفعت برده بقت 78 وهنا بقت 77. الاثنين كده بقوا مع بعض بالظبط 78 79 تقريبا مع بعض او 78 78. ده بالنسبه لقياسات الساعه في معدل ضربات القلب. في كمان بقى معدل ضربات القلب اثناء الراحه بتلاقي ليها قياس خاص بيها. كل قياس فيهم هتلاقي فيه داتا وفيه اعدادات اهو. في اهو تقدر تظبط اعدادات زي مثلا ان انت تحدد حد ادنى الساعه تنبهك، ولما بتكون في وضع عدم الازعاج الساعه ما تعملش تنبيه لمعدل ضربات القلب. في شويه اوبشنز واعدادات تفصيليه ممكن تعملهم لمعدل ضربات القلب. بالنسبه بقى لمعدل ضربات القلب اثناء الراحه بيعرفك شويه داتا يعني ايه معدل ضربات القلب اثناء الراحه وبيشرحها لك بشكل تفصيلي. طبعا ده زي ما انت شايف الخط العربي الواضح المميز جدا. بعد كده هيكون عندنا هنا قياس النوم. نمت امبارح اهو 5 ساعات او 6 ساعات ل 10 دقائق. بيعرفك ان ده انت لسه ما وصلتش لهدفك الاساسي في النوم. فمثلا المفروض انت تنام في اليوم 8 ساعات، فهو انا كده جاب لي ان انا نمت 72% من الهدف ده. تطلع فوق كده بيقيس لك هو نمت كام ساعه نوم عميق، كام ساعه نوم خفيف، وكام ساعه كنت بقى بتقلب من الاحلام. في شويه داتا برضو تقدر تضيفها، انت محتاج تنام الساعه كام وتقوم الساعه كام، والساعه بتديك تنبيه في وقت النوم. تطلع برضو فوق تلاقي هنا برضو في اعداد للنوم وتحط خطه ليك وهدف النوم كام ساعه، والساعه تفكرك بميعاد النوم. دايركت الساعه تشغل وضع النوم
لما بتيجي تنام. طبعا كلها قياسات صحيه تقدر تعتمد عليهم بنسبه اكتر من 95%. بعد كده يكون عندنا هنا نسبه قياس الاكسجين، وكالعاده في ساعات تثبت ان قياس الاكسجين بسنسور مختلف عن سنسور نبض القلب. خلينا نشوف زي ما انت شايف اهو سنسور الاكسجين، السنسور الاحمر المختلف عن سنسور الخاص بنبض القلب. يعني من الدقه ان كل قياس من الاثنين ليه سنسور خاص بيه. ادي قياس نسبه الاكسجين في الدم. طبعا قياس نسبه الاكسجين في الدم بياخد وقت، المفروض غير القلب يفضل ثابت لمده دقيقه عشان يديك قياس صحيح. شايف معايا كده الساعه جايبه القياس 99% والاكسيمتر جايب 98%. طبعا تعتمد عليه برده بشكل كبير جدا قياس الاكسجين في الدم. تطلع لفوق ده برده بيجيب لك اعدادات، ولو انت عايز بقى تضيف حد ادنى وحد اقصى بالنسبه للاكسجين. وكمان اهوت لما تطلع كمان بيجيب لك داتا حوالين معنى قياس الاكسجين في الدم، وتقدر تعرف القياس عامل ازاي والكلام ده. بعد كده يكون عندنا هنا الضغط النفسي بقى، اللي هو التوتر. والضغط النفسي برده بتقيس برده بشكل الى حد ما مقبول، بس انت ما تقدرش تحكم عليه. يعني ده قياس الضغط النفسي او التوتر العصبي. هو بيقول لك انت في الوضع الطبيعي 96 ده في الوضع الطبيعي. بتخش بقى هنا برده، لكن تقدر تعرف شويه داتا بقى عن الضغط العصبي ده من على البرنامج. بيظهر لك بقى داتا عن الضغط العصبي ويعني ايه الضغط العصبي والكلام ده. بعد كده عندنا هنا الساوند والتحكم في الساوند. طبعا اللي شغال بشكل كويس جدا سواء انت رابط ايربود او بتسمع من على الساعه، وتقدر تتحكم في الصوت بتاع الساوند. يعني مثلا اهو الموبايل هنا نقدر ان احنا نعلي الصوت ونوطي الصوت زي ما انت شايف اهو. نقدر نشغل الساوند بشكل مباشر ونوقف ونجيب الساوند اللي بعد كده. نقدر بقى نجيب الساوند اللي قبل كده والساوند اللي بعد كده من على البرنامج زي ما انا شايف. نقدر نعلي ونوطي. مفيش بقى اي تحكمات تانية، بس في السيتنج تقدر تتحكم ان الصوت يطلع من الساعه او من الموبايل. بعد كده هيكون عندنا هنا سيري او جوجل اسيست. نقدر ندي اوردر من على الساعه تلاقي على طول سيري اشتغلت او جوجل اسيست، وتقول اللي انت عايزه. بعد كده هيكون عندنا هنا الويزر او الطقس، تزامن الطقس والداتا بتاع تزامن الطقس اللي جايه بشكل مميز جدا. تطلع كده تلاقي بقى ايه داتا اكتر عن اشعه فوق البنفسجيه ومؤشر جوده الهواء. يعني في تلوث متوسط، عندنا شويه داتا حلوه. كمان درجه الحراره على مدار اسبوع كامل. بعد كده هيكون عندنا البوصله اللي طبعا شغاله بشكل كويس، ومع اي حركه للايد بتلاقي على طول البوصله اتحركت مع حركه الايد. بعد كده هيكون عندنا قياس الارتفاع عن سطح البحر. الضغط هنا الارتفاع عن سطح البحر اهو، وده الضغط الجوي. ما فيش كلام، دي الساعه بتقيس الحاجات دي. طبعا هي تمارين التنفس عشان بقى ايه تحد من التوتر. تاخد شهيق وزفير كده مع حركه الدايره. هنا عندنا الاشعارات، ما قلتلكش قبل كده الاشعارات بتيجي بشكل حلو جدا، والخط العربي مقروء بشكل كويس قوي. كل برنامج بيجي لوحده، شكل الاس ام اس او الرسائل، شكل رسائل الجيميل. تمام. بعد كده هيكون عندنا هنا الستوب واتش. بعد كده هيكون عندنا المنبه لو عايزين نضيف اوقات للمنبه الساعه تضرب فيها. عندنا هنا المؤقت تقدر تشغله، الساعه بتديك تنبيه كده لما توصل للوقت اللي انت حددته. تطبخ حاجه بقى، بتعمل حاجه، تحدد المؤقت، تروح تعمل اي حاجه الساعه تفكرك. الاله حاسبه شكلها. التحكم في الكاميرا عن بعد هنشوفها مع البرنامج شغاله بشكل كويس. المصباح الساعه تنور معاك بشكل كويس، خصوصا بقى في الضلمه اللي احنا فيها اليومين دول. تخش اوضه، تخش حاجه، تعمل اي حاجه، الشاف ده بيظبط معاك الدنيا قوي يعني. طبعا هنا البحث عن الموبايل، تلاقي الموبايل بيضرب، يديك تنبيه كده، يقعد يعمل فايبريشن ويرن رنه الموبايل. والجزء الخاص بقى بالمراه، بس ده داتا بتدخلها في البرنامج عشان تظبط لك الداتا دي. فده اوبشن لازم تعمله من على البرنامج. اخر حاجه هتكون عندنا وهي الاعدادات. اول حاجه عندنا في الاعدادات وهي الجزء الخاص بالخلفيات. زي ما انت شايف مجموعه حلوه من الخلفيات. وهنا عندنا الخلفيات اللي موجوده على الساعه، وتقدر تضيف حوالي 5 أو 6 خلفيات من على البرنامج، وتقدر تغيرها من الجزء ده. بعد كده يكون عندنا اختيار اللغه. طبعا احنا بنقول له اتبع النظام او نقفلها ونقول له بقى احنا عايزين ايه لغه من اللغات اللي على البرنامج، بس طبعا تبع نظام الموبايل افضل بكتير. بعد كده هيكون عندنا بقى ايه شاشه الاولويز اون ديسبلاي. اول اوبشن ده الجزء الخاص بان انت تقول للساعه يا ساعه الخلفيه اللي انا حاططها خدي منها اولويز اون ديسبلاي. حلو. ثاني جزء ده تقول للساعه يا ساعه لا انا عايز احدد الاولويز اون ديسبلاي بنفسي. في مجموعه كبيره من شاشات الاولويز اون ديسبلاي موجوده على البرنامج، تقدر تختار ما بينها. بس انا كمحمد يعني شايف ان الافضل اقول لها يا ساعه انا عايز تختاري اولويز اون ديسبلاي خاص بالخلفيه. لغيت الاثنين يبقى انت كده في الحاله دي مش عايز اولويز اون ديسبلاي. طيب حددت هنا، بتقوم داخل بقى مختار الخلفيه اللي انت محتاجها اولويز اون ديسبلاي. بعد كده بتحدد انت محتاج الاولويز اون ديسبلاي طول اليوم ولا عايزها مجدوله. يعني لما تقوم من النوم ولما تنام، لما تيجي تنام ولما تقوم من النوم تبقى مقفوله، لان انت وانت نايم مش محتاج اولويز اون ديسبلاي. بعد كده هيكون عندنا السطوع والشاشه. اول حاجه بيكون عندنا هنا التحكم في مستوى السطوع، والساعه تحت الشمس مبهره. تلفزيون تحت اشعه الشمس، كأنك بتتفرج على التلفزيون
شاشتها حلوه جدا تحت اشعه الشمس، مهما طبعا كاميرا الموبايل صورت مش هتجيب الدقه ومش هتجيب الحلاوه بتاعت نظره عينك الساعه في اشعه الشمس، وهي ما فيش فيها اي مشاكل وفي المستوى المتوسط مش المستوى البعيد. وقت الشاشه انت عايز الساعه تنور او عايز الساعه تفضل منوره لمده قد ايه لما بتكون مشغله. طبعا عندك هنا لما تيجي ترفع ايدك تديك شاشه الساعه ولا تديك اولويز اون ديسبلاي، بتحدد من هنا. وعندك هنا برده الساعه تنور لما تيجي ترفع ايدك كده تفتح على اللي انت واقف عليه ولا تفتح لك الشاشه الرئيسيه. واخر حاجه هنا الاوبشن الخاص بقى لما تقفل الساعه والساعه تضلم تضغط ضغطتين كده تنور معاك، بتفتحه وتقفله من الجزء الخاص بالعرض والسطوع اللي هو ده. لما نقفل الساعه بالشكل ده كده نضغط ضغطتين تفتح معانا. الصوت والاهتزازات بتحدد هنا انت محتاج الصوت يطلع من الساعه ولا من الموبايل. فلو احنا دخلنا على البلوتوث بالشكل ده كده وقفنا هنا السيتنج وقفلنا الصوت الخاص بالهاتف كده الصوت هيطلع من على الموبايل. لكن لما بنشغل الاوبشن ده من هنا كده يبقى احنا بنقول للساعه يا ساعه اي صوت على الموبايل هاتهولي في الساعه. طبعا هنا وضع كتم الصوت بتكتم صوت الاشعارات. تطلع هنا بقى بتتحكم في مستوى الصوت بتاع الرنين بتاع الساعه، وتتحكم في قوه الاهتزاز او الفايبريشن اللي جايه من الاشعارات او اي حاجه او تنبيه او حاجه بتعمل فايبريشن قوي ولا ضعيف. بعد كده هيكون عندنا هنا التحكم في شكل القائمه. بعد كده هيكون عندنا لو عايزين نعمل كلمه مرور، تحكم في التاريخ والتايم، تحكم في وضع عدم الازعاج. طبعا زي ما قلت لك احنا ممكن نتحكم في كل حاجه في الشاشه من خلال الاب والداون منها. بعد كده الساعه فيها اوبشن الكشف التلقائي للتمارين الرياضيه، تكشف اكتر من 4 أو 5 العاب للتمارين المشي والركض وركوب الدراجه تريد ميل والتجديف. تقدر ان هي تكتشف الرياضه دي الواحده وتبدا ان هي تقيس او تشغل المود الرياضي الواحد طبعا بعد ما تقول لك يعني وانت بتوافق. هنا التحكم بقى في الزر ده، شوف انت عايز تعمله ايه وبتعمله من السيتنج. بعد كده هنا الجزء الخاص بان انت تقفل الشاشه بالشكل ده. لو احنا قفلناه وعملنا ايدنا كده مش هيتقفل، لكن لو فتحناه وحطينا ايدنا كده بتلاقي الساعه بتضلم. بالاضافه للاوبشن الثاني اللي احنا عاملينه لما نضغط ضغطتين كده الساعه تنور معانا. كده هتكون عندنا في السيتنج هو الكيو ار الخاص بالبرنامج اللي هو كوزبت فيت، البرنامج الاساسي بتاع الساعه. وهنا بقى عندنا شويه اوبشن زي ان احنا نعمل ريسيت، نوقف الساعه او نعمل لها اعاده ضبط مصنع. واخر حاجه هنا الاباوت بقى اسم الساعه والاصدار والسيريال نمبر بتاع الساعه. كده احنا اتكلمنا عن كل الحاجات اللي موجوده في القائمه او السيتنج سوفت وير وشكل الساعه. زي ما انت شايف الساعه كلها بتيجي من المعدن، زي ما انت شايف بقى البادي بتاع الساعه كله من المعدن، حتى الظهر كمان من المعدن. ساعه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ساعه جميله جدا جدا. شكلها في الايد احسن من الكوزبت تانك الام 2، شكلها في الايد فخم قوي قوي وملفته جدا. ساعه لما تلبسها في ايدك هتبقى مميزه قوي وسبيشال قوي، يعني بصراحه هتبقى ملفت جدا لاي حد يشوف الساعه دي في ايدك. فيلا بينا نخش على الجزء الثالث من الفيديو نتكلم عن الساعه بتشتغل على برنامج الكوزبت فيت. اتكلمنا عنه كذا مره قبل كده وهو تقريبا نفس التفاصيل، مفيش اي اختلاف. اول واجهه في البرنامج وهي واجهه بقى الصحه والهيلثي. بيجي لك هنا تزامن الساعه مع الموبايل، الخطوات اللي انت مشيتها النهارده، معدل ضربات القلب، النوم والاكسجين في الدم وهكذا. عندك هنا لو انت هتلعب رياضه وانت باستخدام الموبايل او عن طريق البرنامج بتاع الموبايل، عندك مجموعه من الالعاب الرياضيه ممكن تلعبها، وممكن بقى تضيف مجموعه كبيره جدا من الالعاب. يعني شوف كل دي العاب رياضيه ممكن تلعبها وتضيفها على الموبايل عشان تشغل بقى المود الرياضي بالشكل ده كده، وتلاقي الجي بي اس اشتغل معاك، بتحدد اهو بقى مسافه ومده وبتاع، وتبدا المود الرياضي وبتشغل المود بقى الرياضي بالشكل ده كده. بس انت بتلعب من على الموبايل او الداتا بتبقى على الموبايل وفي نفس الوقت بتكون شغاله على الساعه، الاثنين مع بعض. طبعا عشان تقفل المود الرياضي ضغطه طويله على الزرار ده كده، برضه بيقفل على الساعه في نفس الوقت بالظبط. عندنا بقى الشاشه الثالثه وهي الشاشه الخاصه بربط الساعه بالموبايل، واول جزء هنا الجزء الخاص بالكونكشن واسم الساعه والبطاريه بيظهر عندنا. وهنا بيكون عندنا الخلفيات، والساعه فيها تصنيفات مختلفه من الخلفيات. والجديد عندنا زي التي 3 ان احنا عندنا اشكال الاولويز اون ديسبلاي، ممكن احنا ننزلها بمزاجنا او ان احنا نسيب الخلفيه زي ما قلت لك تختار بمزاجها حسب الخلفيه اللي شغاله على الساعه. لكن انت ممكن تنزل الاولويز اون ديسبلاي اللي انت عايزه واللي شكله عاجبك، فيه بتاع حوالي 20 شكل للاولويز اون ديسبلاي. عندنا بعد كده هنا بقى في تصنيفات مختلفه للخلفيات، كل تصنيف منهم في مجموعه من الخلفيات. يعني مثلا لو دخلنا على الكرتون دي هتلاقي مجموعه من الخلفيات تقدر تنزلهم على الساعه. فانت عندك تصنيفات كتيره، كل تصنيف فيه بتاع حوالي 20 خلفيه، والساعه في نفس الوقت بتاخد حوالي 4 خلفيات غير الخلفيات اللي عليها وغير الخلفيه الخاصه بيك. فاحنا مثلا لو دخلنا كده على الساعه هنلاقي دي خلفيه احنا منزلينها، ودي كمان خلفيه احنا محملينها، دي كمان خلفيه احنا محملينها، ودي كمان برضو خلفيه احنا محملينها، حوالي 5 خلفيات. ودي بقى الخلفيه الخاصه بيك لو عايز تنزل صوره شخصيه. عندنا هنا بعد كده التحكم في مده السطوع، ممكن تظبطه من على البرنامج، ممكن تخليه من 5 ثواني لحد 60 ثانيه. بعد كده هيكون عندنا الويك اب او انك لما تعمل ايدك كده الساعه تنور معاك، برضو بتشغله وتقفله من هنا. عندنا بقى البحث عن الموبايل، الساعه بتضرب وبتعمل فيبريشن بالشكل ده كده. بعد كده عندنا هنا اعدادات الطقس، وبعد كده
عندنا هنا المزيد من الاعدادات اللي بيكون فيها بقى وضع عدم الازعاج والتحكم في الكاميرا عن بعد. بتلاقي الساعه ظهر فيها الكاميرا، فتقدر ان انت تاخد لقطه من خلال الضغط بالشكل ده كده. بتلاقي الساعه خلت الكاميرا تاخد لقطه. عندنا هنا بعد كده بقى اوبشن البحث عن الموبايل، هو موجود في الساعه لكن احنا بنفتحه اصلا من هنا، فبالتالي لما بنكون عايزين نبحث عن الموبايل نقدر ان احنا نبحث عنه بالشكل ده كده، فالموبايل يضرب برنه الموبايل لحد ما تلاقيه. طبعا الكلام ده لازم يكون الكونكشن اصلا، يعني لازم تكون الساعه مربوطه بالموبايل يعني. بعد كده عندنا هنا اعدادات اللغه، واحنا بنقول اتبع النظام او بنختار اللغه من على البرنامج. عندنا هنا بعد كده التذكير بالمكالمات الوارده، تفتح الاوبشن وتقفله من هنا اساسا عشان الساعه تعرفك مين بيرن عليك. وعندك بقى ان الساعه تفكرك بعد وقت من الرنه، فانت بتقول لها ذكريت لاحقا، فلما الموبايل يضرب الساعه تضرب بعديه من ثانيه لحد 10 ثواني. اوبشن انت برضه بتفتحه وتقفله. تذكير بالرسائل الاس ام اس برضه بتفتحها وتقفلها من هنا. عندك هنا التذكير بقى بالتطبيقات والاشعارات، عندك مجموعه كبيره من البرامج الاساسيه. طب لو انت عندك برنامج مش موجود في القائمه دي، تخش هنا تجيب البرنامج، هيفتح بقى عندك قائمه بكل البرامج اللي عندك على الموبايل، وليكن مثلا واتساب اعمال انا محتاجه، وترجع باك تلاقي ايه بعد كده جالك اشعارات الواتساب اعمال. طبعا بعد كده هيكون عندنا هنا التذكير بقى بالحركه، الساعه بتفكرك بالحركه في اوقات معينه انت برضه بتحددها على البرنامج. والمنبه لو انت عايز تضيف وقت منبه الساعه بتضرب فيه، وصوت المنبه والفايبريشن قوي جدا يعني صحيك من احلى. المراقبه الصحيه بقى، وهنا عندك معدل ضربات القلب. الساعه هنا عندك اوبشن الكشف التلقائي، وعندك هنا تنبيه للحد الاقصى والتنبيه للحد الادنى. الساعه تنبهك لما توصل للحد الادنى او الاقصى اللي انت بتوصل. عندنا برضو مستوى الاكسجين في الدم، كشف تلقائي، وبتخليها تقيس دوره معينه كل 5 دقائق، كل 10 دقائق، كل 30 دقيقه، كل ساعه زي ما انت عايز يعني. نفس الكلام عندنا برضو قياس الضغط، برضو الساعه بتقيس الضغط بدورات محدده انت بتحددها من على البرنامج. عندنا بعد كده هنا الجزء الخاص بتزامن الاسماء، والساعه زي ما انت شايفه بتاخد 100 اسم. الاسماء دي بتتنقل على الساعه عشان لو انت عايز تكلمهم دايركت مع الساعه بدون استخدام الموبايل نهائي. لكن بكرر تاني ان الاوبشن ده ملوش علاقه باظهار اسم المتصل. الساعه بتدعم اظهار جميع الاسماء سواء انت مسجلهم او مش مسجلهم، سواء انت رابط الساعه على البلوتوث مش رابطها على البلوتوث، في كل الحالات الساعه بتدعم اظهار اسم المتصل. بعد كده هيكون عندنا هنا الردود السريعه، اللي هو لما حد يكلمك وانت عايز تبعت له مسج، اول حاجه انت بتوافق على الاوبشن من هنا الاول. بعد كده في مجموعه من الرسائل الجاهزه، وانت تقدر ان انت تحط 3 رسائل اضافيه عشان خاطر تبعتهم، والثلاث رسائل الاضافيه هم اللي بيكونوا الاول. فلما حد مثلا بيرن عليك وانت عايز تبعت له رساله، فانت بيبقى عندك اول 3 مسجات انا بصور او سايق او قاعد حسب الاضافه اللي انت عايز. طبعا لو عايز تضيف مسج رابع لازم تمسح واحده عشان تعرف تضيف حاجه زياده. طبعا عندنا بعد كده مكالمه الطوارئ، بتحدد رقم الساعه تضرب عليه في حاله الطوارئ من خلال انك تضغط ضغطه طويله على الزرار اللي فوق ده، وبعد كده بتعمل مكالمه الطوارئ بالشكل. بعد كده هيكون عندنا هنا لو في تحديثات بتظهر في المكان ده، بس مفيش تحديث حاليا. بعد كده في يعني الاباوت بتاع الساعه، واخر حاجه هنا لو انت عايز تعمل اعاده تعيين، والاخرانيه دي لو انت عايز تلغي الكونكشن. بعد كده الواجهه الرابعه هي دي بقى الواجهه الخاصه بالاكونت بتاعك والمستوى، وحاجات بقى خاصه باعدادات النظام واعدادات الرياضه والتقارير والملف، يعني كلها داتا خاصه بيك انت ممكن تظبطها انت مع نفسك. خلينا اوريك دلوقتي اظهار اسم المتصل، والساعه تدعم اظهار الاسم المتصل بشكل كويس جدا، سواء احنا رابطينها عن طريق البلوتوث المباشر بتاع المكالمات اللي هو الخاص ده، وده احنا بنتحكم فيه من على الساعه. فاحنا عشان نوصلها بلوتوث مباشر بنقوم عاملين كده وكده، هي متصله بلوتوث مباشر وبالبرنامج الاثنين مع بعض، فكده هي متصله بلوتوث مباشر. لو حد رن عليا بقدر ان انا ارد او اكنسل او ابعت له رساله او اخلي الساعه سايلنت من خلال اضغط على الزر اللي في الجنب ده، فبتعمل الساعه سايلنت لكن الموبايل بيفضل يضرب. فزي ما انت شايف معايا ادي اظهار اسم المتصل، ودي الطريقه اللي احنا بنبعت منها رساله. طب انا مش عايز، انا دلوقتي مش محتاج ان انا اهلك البلوتوث، عايز احافظ على البلوتوث فتره معايا سواء الموبايل او الساعه، فبقدر ان انا الغي الكونكشن ده. فانا كده لغيت الاتصال مع المكالمات، لكن الساعه شغاله مع البرنامج عادي، اشعارات ولو حد رن عليا وكل التفاصيل دي شغاله. لما حد بيرن عليا والساعه متصله بالبرنامج بس الاسم بيظهر، وبيكون معايا اوبشن ان انا اكنسل المكالمه او ان انا ابعت برضو مسج. الاوبشنين دول موجودين في الساعه وقت الاتصال عن طريق البرنامج. بس اخر حاجه خليني اقول لك ان الساعه تقبل اي استراب مقاس 22. طبعا هو الاستراب بتاعها استراب جامد جدا جدا وشكله مميز قوي، لكن لو انت عندك اي استراب 22 او لو عايز تغير للساعه اي استراب مقاس 22، الساعه بتقبل ده بصدر رحب يعني، ما عندهاش اي مشكله. زي ما انت شايف هو ستايل الساعه، شكل الساعه برضو جامد ولايقه على الاستراب بشكل حلو جدا، مفيش اي مشكله. اوريها لك برضو مع الاستراب الكاجوال، وادي شكلها مع الاستراب الكاجوال، هتقبل معاك اي استرابات، مش هيكون اي مشكله، حسب بقى انت ذوقك وبتحب تلبس الوان عامله ازاي، لبسك عامل ازاي، الكلام ده كله. فادي شكل الساعه مع الاستراب الكاجوال. ادي برضو استراب تاني من الاسترابات 22. برضو الساعه كل ما انت هتدلعها وتجيب لها استرابات هيبقى شكلها اشيك واجمل معاك.
شايف اللمعه بتاعت الفريم دي، تحس ان هي جزء من الازاز، اللي هو الجزء ده تحس ان هو جزء من الازاز اللي هي القطعه دي، بس لا ده الفريم المعدن. فالوهله كده لما حد بيكون شايف الساعه في ايدك فبيحس ان الشاشه خارجه بره الساعه. تفاصيل التصنيع حلوه، منبهر بيها جدا يعني. فخلينا بقى دلوقتي نخش على الجزء الاخير من الفيديو، نتكلم عن والخلاصه وراي عام عن الساعه الكوسبيت ام 3 الترا، اللي طبعا عملت لك ليها ريفيو تفصيلي ممل، هتعرف فيه كل امكانيات الساعه وكل المواصفات والاوبشنز اللي بتقدمها. فزي ما قلت لك في محتويات الفيديو، عندك ساعه تدعم المكالمات بشكل كويس جدا، مع اختيارات كويسه في الرد على المكالمه او الكنسله او اظهار اسم المتصل او تبعت مسج او تخلي الساعه سايلنت. دي كلها اوبشنز هتبقى مفيده ليك في استخدامك للساعه. كمان يا غالي الساعه مهيئه ومخصصه للاستخدام تحت الميه من خلال الاربع زراير اللي فيها، عشان تاخد استخدام افضل للساعه وانت تحت الميه، بدل الميه ما تضايقك في التاتش وانت بتستخدم تاتش، لا عندك الاربع زراير دول هيدوك الاستخدام ده، اب وداون واوكي وباك. طبعا الساعه مقاومه للميه بمعيار 5 اي تي ام، تقدر تنزل بيها لحد 50 متر تحت عمق الميه، لكن خد بالك ان الميه المالحه ممكن تاثر بشكل ما على المنتجات الالكترونيه. هتستحمل الميه، لكن الملوحه بتاعه الميه لما هتنشف جوه الساعه ممكن ما تستحملش الملوحه، فما تجازفش او تعامل بحنيه عشان خاطر تعيش معاك. كمان معانا بطاريه 480 ملي امبير، تقعد معاك حوالي قعدت معايا حوالي 6 أو 5 ايام في الاستخدام، وبتتشحن في وقت من ساعه ونص لساعتين على الشاحن المخصص بتاعها. طبعا الساعه العرض بتاعها واضح وشكله كويس جدا ومقروء بشكل كويس، مفيش فيه اي مشكله. القياسات كويسه جدا سواء في نبض القلب او الاكسجين، ومن خبرتي مع ساعات الكوسبيت اعتمد عليها نسبيا في الضغط. عايز ايه تاني؟ قياسات النوم شغاله فيها كويس، فيها اكتر من 130 مود رياضي يا باشا، هتتبسط بيه مع تصميم وشكل انا انبهرت بيه طول الفيديو وعمال اصدعك بيه. لكن خليني اقول لك ان دي اخر حاجه في الفيديو، هو الشكل المبهر للساعه والتصميم المميز جدا جدا جدا، والتصميم بقى الكربون فايبر اللي في الجنب ده، تحس ان الساعه جايه من الفضاء كده، تصميم حلو جدا مع الاطار الاورنج اللي في الجنب ده. انا مبسوط جدا بصراحه بشكل الساعه. مش هستوعبك يا غالي في الفيديو اكتر من كده، بكده ان شاء الله نكون خلصنا الريفيو الخاص بالساعه الكوسبيت تانك الام 3 الترا. ما كنتش طولت عليك، ما يكون بيوضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو الفيديو عجبك تدينا اللايك الجميل. مش هتخس حاجه لما تعمل لايك، مش هيخس حاجه لما تعمل سبسكرايب يا اخي، اعمل سبسكرايب يا اخي. اشوفكم فيديو جديد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت بلعب رياضه لسه جاي حالا، كنت بعمل مود الرياضي المشي في الهواء الطلق. هنا اوريك بقى ايه سجل التمارين والداتا بقى ايه اللي اتحسبت. انا قعدت اتمشى 100 كيلو اهو، لسه حالا جاي منه، وده شكل الداتا بقى. مده تلت ساعه كنت بتمشى ومسافه حوالي كيلو. السعرات الحراريه 119 سعر، الخطوات 2000 خطوه. ودي الداتا بقى اللي بتيجي. نبض القلب، متوسط نبض القلب كان عامل ازاي. وعندك بقى هنا ايه الجي بي اس، الخريطه اللي انا، وهتلاقي بقى الداتا بشكل افضل على الموبايل. انا اوريها لك برضه على الموبايل هتبقى عامله ازاي. على الموبايل اهي تمام، ده شكل الداتا بقى اللي احنا عملناها، والخطوات بالظبط اللي احنا مشينا ازاي، واللفه كانت عامله ازاي. كل الداتا بقى اهي بتاعت المده بقى، والمتوسط السرعه والسعر الحراري، وده الخريطه اللي احنا اتمشينا فيها واحنا بنلعب الرياضه. ده شكل الساعه اثناء المود الرياضي، وطبعا والجي بي اس اللي شغال بشكل كويس، وطبعا كلها بتتحفظ في سجل الرياضه اللي انت عملتها.